الضوء ترى تحسه إحساس، فليش نتعامل معاه بأرقام وكالكوليشن وفورمولاز تعالى بقى اقول لك يعني ايه لايتنج ديزاينر، وازاي اللايتنج ديزاين ممكن ياثر في الديزاين بتاع السبيس. بس طبعا انا مش هتكلم عن الموضوع ده في وجود دكتور دلال، من احسن اللايتنج ديزاينرز في الميدل ايست، وعامله بوث هنا من احلى البوثز في معرض مرزان. دكتور دلال، أهلاً. احكي لنا بقى يعني ايه لايتنج ديزاينر. قبل لا أحكي عن اللايتنج ديزاينر لازم نحكي عن تصميم الإضاءة أو اللايتنج ديزاين وشنو دور الإضاءة في المساحة كاملة. إضاءة هي عنصر أساسي من عناصر التصميم الداخلي والتصميم المعماري، ولكن هو عنصر مكمل لتصميم معماري كونسبت ولتصميم داخلي. فلازم اللايتنج ديزاينر يكون فاهم معماري وتصميم داخلي عشان يكون لغة وكونسبت بصري حلو للإضاءة يعزز الفكرة المعمارية. احكي لنا بقى يا دكتور عن اللايتنج ديزاين ده ايه، وازاي يتحقق في الديزاين بتاع البوث هنا. إنزين، إحنا لما نتكلم عن كونسبت فكرة، الكونسبت هذا طالع من إيه؟ من تجاربنا الإنسانية. فتجربتي أول مرة كانت في مرزام السنة اللي فاتت، كانت أول تجربة لي. فلما جيت أحضر المعرض كنت مو عارفة شنو اللي ممكن أني أنا أتوقعه، فاكتشفت أن المعرض هذا بالأساس هو نتوركينج، أني أنا أتعرف على الناس، أتكلم معاهم، أسولف معاهم، أعرف شنو احتياجاتهم وشنو يبون. فقلت ليش ما البوث فكرته تتمحور على أن أنا we create a conversation، يكون في حوار بيني وبين متابعيني، بيني وبين عملائي، أسمع لهم شنو يبون بالإضاءة، شنو يحبون، شنو المشاكل اللي يواجهونها، شنو الإكسبيرينس اللي يبون يحققونها في بيوتهم. فكانت هذه الفكرة، هذا الكونسبت. زين شلون حولنا الكونسبت هذا إلى ديزاين؟ ففكرة التمحور هذه قلت لازم يكون سنتر البوث هو منطقة الحوار، فإحنا قاعدين متحاورين، ولكن في منطقة الحوار هذه كلها أبيها تكون راوند سيركل، دائرة. ليش؟ الدائرة نفسياً دائماً هي تثير الحوار، دائماً هي اللي بتلم اللمة الحلوة، دائماً تكون في دائرة وليس في ستريت لاينز. فقلت لا، خلينا نعمل مع الديزاينر اللي عملت لنا البوث، خلينا نعمل قاعدة بالنص هي المحور وتكون هي دائرية، ومن هذه ننطلق إلى برا البوث. برا البوث، أطراف البوث هي المنتجات الجديدة اللي عاملينها، فالعميل لما يدور حوالين البوث هذا وحوالين منطقة الحوار هذه، وبالنص تكون منطقة الحوار. فشنو سوينا؟ عملنا لاين بالأرض يكون هو اللي يحدد اللي هو الكونفرزيشن زون، وبنفس الوقت أكدناه إلى السقف. إذا تشوف السقف أيضاً في لاين دائري، بالسنتر عملنا ثريا جميلة حلوة تجمعنا. الثريا هذه إذا تشوف الليتات جداً خفيفة، السبوتس حاطين 2 واط 3 واط بس، ولكن السورس الإضاءة هو اللي موجود في السنتر. ليش نقيت إنه يكون في السنتر؟ لأن سبحان الله الإنسان كأي كائن طبيعي يتبع الضوء. يعني أنت اليوم الحشرات والحيوان يتبع الضوء، نفس الشيء الكائن الحي أو الإنسان يتبع الضوء. لذلك الضوء رمزية الأمل. أنت الحين لما أقول لك أمل، في مخك شنو الصورة الذهنية عن الأمل؟ الشمس تطلع أو كل إنك يوم. أنت في نفق، وآخر النفق شنو؟ مظلم. أيوه. وآخر شيء في نور. صح. فدائما إحنا نتبع النور. فقلت لا، السنتر هو أكثر شيء مضيء اللي هي بالثريا هذه، وإحنا نتمركز حوالينها. فكان تمركز الحوار في هذا السيتنج هذا حوالين الإضاءة هذه. وبعدها عملنا اللي هي البرودكت الجديدة والحاجات هذه تكون في حوالينها. فهذا لايتنج كونسبت، ده كونسبت. أنا ما جيت عملت فيلينج في سبوت لايت ويلا خلينا ننور. لا اخترنا اللاينز مالت الإضاءة إيه، اخترنا إن هي تكون لينير ولا سبوتس، اخترنا قوة الإضاءة وشلون تمركزها ووين تأثيرها. هذه كلها تعزز الفكرة الأساسية اللي هي جاية من تجربتنا. فهذا باختصار شديد اللايتنج ديزاين. يعني هو كان في ديزاين، في كونسبت لديزاين البوث. نعم. واللايتنج ديزاين عزز الفكرة دي. شنو المشكلة؟
في اللايتنج ديزاين اللي دائما يعملوه خلينا نقول، ما بقول بس بالوطن العربي، حتى بالعالم. انت الحين لما تي الضوء، تعريف الضوء شنو؟ هي طاقة حسية. الضوء ترى تحسه احساس. فليش نتعامل معاه بارقام وكالكوليشن وفورمولاز؟ لا، نتعامل معاه باحساس، بمشاعر، المشاعر هذه تتحول الى كونسبت. يعني انت تعمل لي لايتنج كالكوليشن وانت مش عارف ايه الانطباع وايه الشعور وايه هو المود اللي انت عاوز تحققه، وش الفايده؟ يعني اغلب اللي يجون يقولوا لي انت بتعملي لايتنج كالكوليشن، اقول له إيه بعمل. زين، بس اساله انت شنو تبي من الكالكوليشن ده؟ ايه الارقام اللي بتحققها؟ انه عشان تشوف، ما انت حتشوف، بس الاهم تشوف ايه وتحسي ايه. وممكن ان انا اي تاتش المشاعر مالتك بايه. فهذا اللايتنج ديزاين.